مؤلف من محمد سعد ومؤمن عبد الكريم كحكام لهذا اللقاء، آرام كريم وهوجر عزيز كإشراف للمباراة مع وجود المسجل عطلة كريم والميقاتي سوران حسن. ننتظر البداية. نادي السليمانية اللي يلعب من اليسار لليمين بألوانه السوداء الموشحة بالبرتقالي، بينما على الجانب الآخر يلعب من اليمين لليسار نادي بلدية البصرة بألوانه الحمراء. إذن على بركة الله تنطلق المباراة اللي تقام على قاعة السليمانية ما بين السليمانية وضيفه فريق بلدية البصرة لحساب الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد. محاولة إذن لمصلحة فريق نادي السليمانية، محمد وزير لزريان حسن، محاولات التمرير، ونادي السليمانية اللي يحاول أن تكون البداية القوية، تصويبة قوية وهدف أول عن طريق المميز لفريق السليمانية مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني العراقي، لاعب القادم من نادي الناصرية بعد انسحابه من الدوري، انتقل مباشرة إلى نادي السليمانية. مصطفى محمد هو من يبدأ المباراة بهدف أول لصالح نادي السليماني. هدف للسليمانية، لا شيء لبلدية البصرة مع وجود جاسم حيدر. يحاول الرد والتعديل فريق نادي بلدية البصرة، عملية الهجوم لكنها خطأ ورمية التسعة أمتار لصالح بلدية البصرة. هدف للسليمانية، الزملاء في الكنترول، هدف للسليمانية وليس لبلدية البصرة. المحاولة تستمر الآن لمصلحة فريق بلدية البصرة من أجل التعديل، لا زالت المحاولة وعملية تمرير هناك على الجهة البعيدة في محاولة لإدراك التعادل، لكن مصطفى محمد هو الأقرب لاعب فريق السليمانية، وإضافة هدف ثاني لكن بعيدة عن المرمى أضاح لاعبي السليمانية. كانت فرصة واعدة لفريق السليمانية لإضافة هدف ثاني لكن بعيدة كانت عن المرمى. كرة لمصلحة فريق بلدية البصرة، هذا مرتضى عمران، عملية التمرير أقرب لجاسم حيدر لاعب الدائرة لفريق بلدية البصرة. مباراة مهمة لتحسين مواقع الفريقين في جدول الترتيب الدوري العراقي للنخبة اللي صدر نادي الحشد ويليه بعد ذلك نادي الكرخ ومن ثم نادي الشرطة اللي يلعب بنفس التوقيت لهذه المباراة مع فريق المسيب على قاعة نادي الشرطة. هنا المحاولة وعملية الدفع موجودة، رابر عزيز وخطأ شخصي على رابر عزيز ورمية 9 أمتار لمصلحة فريق بلدية البصرة، لا زال بعيد عن التسجيل بلدية البصرة. وهنا عملية تصويب على المرمى لكن خطأ يحتسبه حكم المباراة. حدثنا الحشد هو المتصدر، يليه نادي الكرخ ومن ثم الشرطة وديالة، الجيش، كربلاء سادسا، نفط البصرة سابعا. محاولة لفريق السليمانية مع توجيهات المدرب مخلص عبد الستار مدرب بلدية البصرة. مخلص عبد الستار من المدربين الأكفاء في دورينا دوري النخبة العراقي. وهنا السليمانية بقيادة المدرب سوران، وهدف ثاني للسليماني، هدف ثاني للسليماني، تصويبة قوية والسليمانية يسجل هدف ثاني. ولحد الآن بلدية البصرة عاجز عن التسجيل. عقيل جاسم لمنتظر هاني، أقرب لمرتضى عمران، مرتضى، هناك محمد باقر. بلدية البصرة يحاول السليمانية في دفاع مميز وعدم ترك الفرصة للسليمانية الوصول إلى هدف في هذه الأثناء. هنا خطأ، رمية 9 أمتار لبلدية البصرة. خطأ لبلدية البصرة، هذا محمد
طلعت، محاولة لا زالت محمد طلعت، لكن يخسرها لاعبي فريق بلدية البصرة لتعود إلى شاء مصطفى محمد إلى محمد وزير. هذا هو هداف الفريق للسليمانية محمد وزير من محافظة المثنى. طبعا محمد وزير بالإضافة إلى الحارس غيث حسن، الاثنين من محافظة المثنى يلعبون مع السليمانية. المحاولة تستمر مع عملية تغيير لمصلحة فريق محمد دلير للوسط. مصطفى، هنا التصويب وهدف ثالث للسليماني. هدف ثالث للسليماني، 3 للسليمانية لا شيء لبلدية البصرة. بداية قوية لأصحاب الأرض فريق السليمانية من خلال هذا اللقاء على حساب الزائر فريق بلدية البصرة. 3-0 لغاية الآن، 3 أهداف لا شيء. محاولة تبقى لبلدية البصرة اللي عاجز عن التسجيل لغاية الآن فريق بلدية البصرة. هنا عملية تمرير والدخول على المرمى والضيع على سرهنج جبار إلى الخارج، أو محمد طلعت. مصطفى محمد، المحاولة تستمر لصالح السليمانية. عملية تغيير هناك على الطرف الأيسر محمد دلير، وتصويب قوي وهدف رابع محمد وزير. هدف الشخص الثاني والرابع لفريق السليمانية محمد وزير. محمد وزير الهداف للفريق. 4-0 وبلدية البصرة عاجز عن التسجيل. محاولة تبقى قائمة بلدية البصرة، يحاول في عملية التمرير. هذا عباس حسين يحاول مرور عباس، يمرر وممكن التصويب، لكن الدفاع والإبعاد من رابر عزيز. لكن تبقى المحاولة قائمة لفريق بلدية البصرة، يحاول على الأقل في هذه الأثناء أن يسجل هدف. وخطأ لجاسم حيدر ورمية 9 أمتار لصالح بلدية البصرة. محاولة المرور وعملية الدخول، وهناك خطأ ومخالفة المشي أعتقد، لذلك خطأ لصالح السليماني. خطأ لصالح السليماني. مصطفى محمد، مصطفى لمحمد وزير، الأسماء المهمة الموجودة مع تشكيل فريق السليمانية. من دقائق وفريق بلدية البصرة لم يسجل. محاولة تبقى لمحمد وزير، عملية التمرير لمحمد وزير وعملية الدخول وهدف خامس. هدف خامس للسليماني. هدف خامس للسليماني. 5-0. دخول ممتاز من ألند دلير. ألند دلير يسجل هدف خامس لفريق السليماني. محاولة لبلدية البصرة، يحاول عن طريق محمد باقر، يحاول الدخول على المرمى. محمد باقر، عملية تمرير. تستمر محاولة فريق بلدية البصرة، ولا زال متماسك دفاع فريق السليماني وعدم ترك الفرصة، وهذه أيضا ضاعت أمام تألق الحارس غيث حسن، حارس المرمى للسليماني. غيث قدم مباريات ممتازة، حارس المرمى لفريق السليمانية غيث حسن. مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني. دلير ألند، لكن بعيدة على لاعبي فريق السليمانية إلى خارج الملعب. بلدية البصرة، عملية الهجوم، دخول على المرمى والتصويب، وهدف أول لبلدية البصرة. هدف أول لبلدية البصرة. الآن فريق بلدية البصرة يسجل. أصبحت النتيجة 5-1 الآن للسليماني. مصطفى لألند دلير. ألند دلير إلى مصطفى محمد، يحاول الدخول والتصويب، لكن دفاع
هذه المرة جيد لفريق بلدية البصرة وعملية الإبعاد لتصبح رمية إدخال لفريق السليمانية اللي يهاجم بقوة على مرمى بلدية البصرة، لكن تضيع من زريان حسن إلى الخارج. زريان حسن لاعب السليمانية. عملية الهجوم فاست بريك لفريق بلدية البصرة، عملية دخول على المرمى وهدف ثاني. هدف ثاني. حلوة اللعب، حلوة اللقطة من عباس حسين. عباس حسين. إذا تبدأ الماكينة التهديفية لفريق بلدية البصرة بالتسجيل، وهدف ثاني. 5-2 النتيجة. ألن دلير ضيع على فريق السليمانية. الآن بدأ التحرك من قبل لاعبي فريق بلدية البصرة. هنا عملية التصويب، لكن يبدو لي هناك خطأ، ورمية 9 أمتار. لفريق بلدية البصرة، أو عذرا رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار، وبلدية البصرة على موعد مع تسجيل هدف ثالث. هذا محمد باقر هل يتمكن من التسجيل؟ ويسجل محمد باقر ثالث الأهداف لبلدية البصرة. هدف ثالث لبلدية البصرة، 3 أهداف على التوالي، بينما توقف التسجيل لفريق السليمانية. 5-3 النتيجة الآن. 5-3 النتيجة الآن لفريق بلدية للسليمانية على بلدية البصرة. هذه العارضة تتكفل بإنقاذ محاولة مصطفى محمد مع توجيهات المدرب مخلص عبد الستار. 5-3 النتيجة. عملية الهجوم لبلدية البصرة، أقرب لمرتضى عمران. مرتضى يعيدها لمحمد باقر. عباس حسين. غالبية لاعبي فريق بلدية البصرة من لاعبين الشباب، يعني الشبان، يعني لاعبي بلدية البصرة أغلبهم من لاعبين الشباب. أكيد قليلي الخبرة، لكن ممكن في المستقبل القريب يكون لهم شأن في كرة اليد العراقية، لاعبي فريق بلدية البصرة وأيضا لاعبي فريق السليمانية. وهناك الأسماء المستدعاة لمنتخباتنا الوطنية على مستوى الناشئين والشباب والوطني. هناك خطأ لصالح بلدية البصرة، خطأ يحتسبه لبلدية البصرة. خروج لمصطفى محمد مع التغييرات اللي يجريها مدرب فريق نادي السليمانية سوران. مصطفى مدرب فريق السليمانية سوران مصطفى. محاولة لبلدية البصرة. عباس حسين أقرب لمحمد باقر. محمد عباس، محاولة التصويب على المرمى، لكن الدفاع لفريق السليمانية، وأقرب لحارس المرمى غيث حسن. سوران والتوجيهات للاعبيه، ويعيد مصطفى للمباراة. هذا ألن دلير لاعب الدائرة. ألن دلير، ألن قريب من زريان، لكن فضل التمرير لمصطفى. المحاولة تستمر، أقرب لمحمد دلير. ألن يحاول الدخول على المرمى. هذا محمد وزير، ويسجل وزير 3 أهدافه وسادس أهداف السليماني. محمد وزير يضاعف النتيجة إلى 6 مقابل 3 لبلدية البصرة. وهذه محاولة لبلدية البصرة تضيع مع تدخل العارضة لمرمى فريق السليماني. 5-3 النتيجة. عذرا، يبدو لي أحد الأهداف لم يحتسب لفريق السليماني. مصطفى محمد. خروج لرابر عزيز من جانب فريق السليمانية مع التغييرات اللي يجريها. روز رفيق اشترك الآن. مخلص عبد الستار. شاء أريان أيضا. هذا زريان حسن ضيع على لاعبي فريق السليماني.
تبقى المحاولة لفريق بلدية البصرة وعملية الهجوم الآن. عملية الهجوم لفريق بلدية البصرة. عباس حسين، عباس إلى جاسم حيدر، جاسم لمرتضى عمران، عملية تدوير ما بين لاعبي فريق بلدية البصرة، عملية الدخول ممكن وتسجيل هدف رابع لكن تضيع، وهنا رمية 7 أمتار لصالح بلدية البصرة. رمية 7 أمتار لصالح بلدية البصرة. يعني لم تكن البداية ممتازة لبلدية البصرة، لكن بعد الهدف الخامس لفريق السليمانية عاد وتألق، والآن يحاول أن يقلص الفارق إلى هدف، وينجح محمد باقر ليسجل رابع الأهداف لبلدية البصرة. 5-4 النتيجة الآن. 5-4 النتيجة الآن. يقلص الفارق محمد باقر وهو هدف الشخص الثاني، وأيضا من رمية 7 أمتار يسجل اللاعب محمد باقر لفريق بلدية البصرة. تبقى المحاولة للسليمانية، هذا ألند دلير، وهنا التصويب لكن مرت بعيدة عن مرمى فريق بلدية البصرة. فاست بريك والرد، ممكن التعديل نشاهده لفريق بلدية البصرة. جيد أن الفريق تخلف ب5 أهداف، بعد ذلك يعود ويسجل 4 أهداف على التوالي. هذا دليل على إصرار لاعبي فريق بلدية البصرة، عدم ترك الفرصة لفريق السليمانية الذهاب بالنتيجة بعيدا. وهنا القطع الممتاز والهجوم الآن وممكن، لكن الله والتصدي الرائع لحارس المرمى منتظر لتعود من جديد الآن لبلدية البصرة ليعدل النتيجة الآن 5-5. النتيجة 5-5. فرصة ضاعت للسليمانية، عاد فريق بلدية البصرة وسجل الخامس، وهذا يجبر مدرب فريق نادي السليمانية بطلب التايم اوت، المدرب سوران مصطفى. يعني فريقه كان متقدم ب5 أهداف، الآن يتعادل 5-5 فريق بلدية البصرة. حلوة المباراة، حلوة المباراة، فيها إثارة، فيها ندية ما بين الفريقين. دوري النخبة العراقي. طبعا بلدية البصرة في المركز 12، بينما فريق السليمانية في المركز 10. السليمانية 10 وبالمركز 12 نادي بلدية البصرة، مع انسحاب طبعا فريقي نادي القاسم، نادي القاسم ونادي الناصرية، انسحابهم من الدوري. حكام الطاولة المسجل عطلة كريم، والميقاتي سوران حسن بإشراف آرام كريم وهوجر عزيز موجودين على الطاولة. إذا النتيجة 5-5. نستكمل اللقاء خلال الشوط الأول ما بين فريقي السليمانية المستضيف وضيفه فريق بلدية البصرة لحساب الجولة السادسة لدوري النخبة العراقي من المرحلة الثانية. المرحلة الثانية مرحلة الحسم، لكن الصراع أعتقد راح ينحصر على لقب الدوري ما بين فريقي الحشد ونادي الكرخ بنسبة كبيرة. اللقب سيكون محصور ما بين فريقي نادي الحشد ونادي الكرخ. الكرخ على فكرة هو بطل النسخة الماضية، الدوري الموسم الماضي كان الكرخ هو بطل لدوري النخبة العراقي. هنا المحاولة للسليمانية وهدف سادس أخيرا. السليمانية يسجل 6 أهداف بعدما انتظر طويلا، وبعد تسجيل نادي بلدية البصرة ل5 أهداف على التوالي يأتي الآن السليمانية ويسجل 6 أهداف. 6-5 النتيجة الآن. هذا محمد باقر، عباس حسين، محمد. محاولة تبقى لمصلحة فريق بلدية البصرة، عملية التمرير، دخول على المرمى ممكن، محاولة مستمرة والتحضير، وهنا عملية الدخول على المرمى من قبل محمد باقر، لكن بلوك من قبل لاعبي فريق السليمانية والضغط على محمد باقر وعدم ترك الفرصة لمحمد باقر أن يعدل النتيجة لفريق بلدية البصرة. المحاولة تستمر، هذا مرتضى مع عمران، ومحاولة محمد باقر. هنا عملية التصويب عن طريق جاسم حيدر،
جاسم حيدر ورمية 7 أمتار هي الثالثة اللي تحتسب لفريق بلدية البصرة. ونفس اللاعب محمد باقر هل يعدل لفريق بلدية البصرة من رمية 7 أمتار، ممكن يسجل الآن وبالفعل ينجح في التسجيل، ينجح في التسجيل وثالث أهدافه وهدف التعديل. 6-6 النتيجة الآن، 6-6 النتيجة الآن ما بين الفريقين. محاولة للسليمانية، هذا ألند لير، مصطفى محمد وزير يحاول الدخول على المرمى وعملية تصويب، لكن هنا خطأ ورمية 9 أمتار لفريق السليماني. رمية 9 أمتار للسليماني. محمد وزير وقريب منه ألند ومصطفى محمد، هذا محمد وزير، عملية تمرير من وزير وزريان حسن يسجل سابع الأهداف، سابع الأهداف للسليماني. 7-6 الآن، 7-6 للسليمانية. محاولة عن طريق عباس حسن، عباس محمد باقر، محاولة حلوة اللقطة، لكن غيث حلوة لغيث، غيث بعد دخول ممتاز عن طريق اللاعب مرتضى عمران. بلدية البصرة كان قريب من التعديل لولا تدخل حارس المرمى غيث حسن، حارس المرمى لفريق السليماني. هذا زريان حسن، توجيهات مخلص عبد الستار، يحاول يخلص المباراة مخلص عبد الستار والارتقاء بفريقه إلى مركز جيد في جدول الترتيب لدوري النخبة العراقي. محاولة الدخول مرور لمصلحة فريق السليمانية، فارق هدف ليس بالفارق الكبير، هذا ألند وعملية تمرير ووزير أضاح بهذه الطريقة إلى خارج الملعب. السليمانية يضيع فرصة تسجيل هدف ثامن، فرصة تسجيل هدف ثامن. عملية الهجوم الآن أقرب لحسين، وهنا هدف سابع لفريق بلدية البصرة. 8-7، إذن 8 للسليمانية مقابل 7 لفريق بلدية البصرة. 8-7. مصطفى محمد، زريان حسن، عملية تحضير ألند دلير، زريان من جديد، عملية تمرير وعملية الدخول على المرمى، وهدف يضيع لفريق السليماني، هدف يضيع لفريق السليماني. محاولة تبقى لبلدية البصرة، عملية الهجوم المرتد، وهنا عملية التصويب، لكن يبدو لي هنا خطأ، هنا خطأ قبل التسجيل، خطأ لصالح بلدية البصرة. عباس حسين لاعب الدائرة لفريق بلدية البصرة، عباس حسين. هناك عملية تمرير أقرب لمحمد باقر، تستمر المحاولة، محمد باقر هناك على الجهة البعيدة، عقيل جاسم، ومحمد يحاول الدخول على المرمى لكن يخسرها لاعبي فريق بلدية البصرة. ممكن يستغلها السليمانية والفاست بريك والدخول ممكن، لكن هناك خطأ، خطأ والسحب واضح. شاءريان يضيع هذه الفرصة على فريق السليماني. مصطفى محمد، ألند، زريان حسن، دخول محمد كمال، أيضا لاعب منتخب أشبال العراق، لاعب منتخب أشبال العراق محمد كمال. إذا نستمر، وبعض الإشكاليات القريبة من دكة البدلاء لفريق بلدية البصرة
يعالج الأمر ونستأنف في اللعب مع وجود المحاولة. روز رفيق وهنا التصويب وهدف تاسع لفريق السليماني. هدف تاسع للسليماني. 9-7 النتيجة الآن. 9-7 النتيجة الآن للسليمانية على حساب بلدية البصره. عملية تغيير. عباس حسين إلى جاسم حيدر. محمد باقر. حسين محمد تصويب قوي وهدف ثامن. هدف ثامن وهدف جميل. حلوة اللقطة والهدف الجميل لمحمد باقر. تصويبة قوية ومحمد باقر يسجل هدف ثامن لفريق بلدية البصره. إذا نتيجة تعادل 8-8 ما بين الفريقين. روز رفيق. مصطفى محمد لروز يصوب على المرمى روز، لكن حلوة التدخل لحارس المرمى لبلدية البصره محمد قاسم بشكل جيد. حارس مرمى فريق بلدية البصره. المحاولة تستمر الآن لمصلحة فريق بلدية البصره. تحضير مرتضى. محمد باقر دخول ممتاز وهنا رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار لبلدية البصره. قد نشهد لأول مرة التقدم يكون لبلدية البصره على حساب السليماني. محمد باقر عنده 4 أهداف من الأهداف الثمانية اللي سجلها فريق بلدية البصره، وهنا يسجل هدف تاسع لفريق بلدية البصره. إذن 9-8. 5 أهداف اللاعب محمد باقر. 5 أهداف محمد باقر خلال هذا اللقاء. مصطفى محمد. محمد دلير لمصطفى. شاء عملية الدخول على المرمى، لكن التصدي أكثر من رائع. حلوة لرضا محسن حارس المرمى لفريق بلدية البصره. رضا للمرة الثانية والتصدي الأكثر من رائع. حارس المرمى لفريق بلدية البصره. هنا محمد باقر. محمد إلى عباس حسين. عباس لمرتضى. عمران. تدوير الكرة ما بين لاعبي فريق بلدية البصره من اليمين لليسار. سحب ورمية 9 أمتار مع اللاعب بالرقم 9 مرتضى عمران. مرتضى هنا الدخول وتسجيل هدف جديد لبلدية البصره. هدف 10 لبلدية البصره. انقلبت المباراة رأسا على عقب لفريق بلدية البصره على حساب السليمان. ريمونتادا قوية لفريق بلدية البصره على حساب السليمان. لاحظ عزيزي المتابع والمشاهد أن فريق السليمانية هو من تقدم بنتيجة المباراة ب5 أهداف لا شيء، لكن بعد ذلك لاحظ الآن عدل فريق بلدية البصره، تأخر بعد ذلك بفارق هدف، لكن يعود هو الآن يتقدم بفارق هدفين، وهنا خطأ لصالح السليماني. خطأ لصالح السليمانية. رمية 9 أمتار. هنا الدخول هدف تاسع. هدف تاسع للسليماني يقلص الفارق إلى هدف. 10-9 النتيجة. 10-9 النتيجة لبلدية البصره. الضيف ويبدو لي سيكون ضيف ثقيل على فريق السليماني بلدية البصره. نتيجة الإصرار والأداء اللي قدمه فريق بلدية البصره بعد أن تأخر ب5 أهداف، الآن يعود ويقلب الطاولة على فريق السليماني وتقدم بفارق هدف. 10-9 لغاية الآن. محاولة التمرير ما بين لاعبي فريق بلدية البصره. محاولة تستمر. فريقين من البصره موجودين في دوري اليد دوري النخبة، وهنا عملية الدخول لكن غيث، وهنا خطأ والقرار يأتي لصالح فريق بلدية البصره ورمية 7 أمتار. وأكيد المتخصص محمد باقر هو على التصويب. لم يخطئ إطلاقا. غيث هذه المرة ينجح
الطاقم التحكيمي يطلق الصافرة النهائية الكاملة للشوط الأول من لقاء بلدية البصرة، أو يبدو لي هل هناك طلب التايم أوت؟ أعتقد طلب للتايم أوت وليس إنهاء للشوط الأول. نتمنى من الإخوان في الموجودين في القاعة من مخرج المباراة أن يأتينا باللوحة الموجودة لنعرف الوقت اللي الآن على اللوحة، الوقت لعمر الشوط الأول. شكرا لمخرج المباراة والإخوان هناك مكتب السليمانية اللي دائما ما يكون له حضور أكثر من رائع من خلال النقل التلفزيوني للفعاليات والأنشطة الرياضية والسياسية هناك في السليمانية. إذن دقيقة واحدة متبقية على نهاية الشوط الأول. أعتقد كان طلب الوقت المستقطع من مخلص عبد الستار مدرب بلدية البصر. النتيجة الآن 10-10 ما بين الفريقين، 10-10 لغاية الآن الشوط الأول والتعادل. محاولة لبلدية البصرة، عملية الدخول على المرمى والتصويب وهدف. هدف لبلدية البصرة، الهدف الحادي عشر. 11-10 النتيجة الآن. هل يستغل الثواني المتبقية لاعبي فريق السليمانية لتعديل النتيجة قبل النهاية للشوط الأول؟ مخلص والتوجيهات، المحاولة تستمر. مصطفى خطأ على لاعبي السليماني، ثواني أخيرة. ممكن الآن فريق بلدية البصر يضاعف النتيجة وبالفعل ينجح بتسجيل هدف الثاني عشر. إذن 12-10 أصبحت النتيجة الآن، 12-10 أصبحت النتيجة الآن. وهنا عملية تصويب بالمباشر ومعها تأتي الصافرة نهاية الشوط الأول ما بين فريقي السليمانية وبلدية البصرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق بلدية البصرة ب 12 هدف مقابل 10 أهداف. بالسلامة إن شاء الله لمرتضى عمران. أحبة استراحة قصيرة ثم العودة وياكم للشوط الثاني لهذا اللقاء.
متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والشوط الثاني للقاء بلدية البصرة والسليمانية بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي لصالح بلدية البصرة ب 12 هدف مقابل 10 أهداف للسليمانية، بعد ما شاهدنا التقدم كان في البداية لفريق السليمانية بفارق 5 أهداف، لكن بعد ذلك قلب الطاولة بلدية البصرة والآن هو متقدم مع نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني ب 12 هدف مقابل 10، وهنا عملية الدخول على المرمى والتصويب هدف جديد لفريق بلدية البصرة. إذن 13 10 أصبحت النتيجة الآن لصالح بلدية البصرة. هذا زريان حسن، عملية الهجوم مصطفى محمد، زريان يحاول التصويب ويسجل لفريق السليمانية. بداية قوية لكلا الفريقين، سجل بلدية البصرة والآن يسجل فريق السليمانية. أصبحت النتيجة الآن 13-11، الهدف الحادي عشر لفريق السليماني. 13-11 الشوط الثاني سريع. محاولة التمرير أقرب لجاسم حيدر، جاسم تغيير اللعب جهة اليسار، محاولة عملية تصويب على المرمى، وحكم المباراة يشير للاستمرار مع مطالبة لاعبي بلدية البصرة باحتساب خطأ. هذا زريان حسن يحاول أن يمرر لكن بعيدة بعد التصدي الممتاز عن طريق اللاعب عقيل جاسم وإنقاذ الموقف في اللحظة الأخيرة. هذا مرتضى محاولة لا زالت لدى لاعبي فريق بلدية البصرة. عملية الدخول ممكن والتمرير، هنا المحاولة جاسم حيدر لكن تدخل من زريان حسن، خطأ ورمية 9 أمتار لصالح بلدية البصرة. عملية تدوير، هنا التمرير خطأ ورمية 9 أمتار، خطأ ورمية 9 أمتار لصالح بلدية البصرة. محاولة عملية الدخول ممكن تستمر لمصلحة فريق بلدية البصرة لكن هناك خطأ. لصالح السليمانية زريان حسن، هنا محمد كمال لاعب منتخب أشبال العراق من اللاعبين الصغار الشبان. هذا هو محمد كمال يحاول الدخول، زريان حسن، وزريان ممكن أن يجد المساحة للتصويب لكن فضل التمرير هناك للجهة البعيدة إلى محمد لير. وهنا محاولة مصطفى تصويب على المرمى لكن تدخل لحارس المرمى رضا محسن حارس المرمى لبلدية البصرة وعباس حسين. عباس حسين، محمد باقر، عباس من جديد، جاسم حيدر، عباس حسين. كرات متبادلة ما بين لاعبي فريق بلدية البصرة وعملية ادخال الكرة إلى المرمى لكن تصدي من غيث وعملية المرور وهدف لفريق السليمانية، هدف لفريق السليمانية وعن طريق محمد كمال يقلص الفارق إلى هدف. 13-12 يقلص الفارق السليمانية إلى هدف. 13-12 النتيجة الآن. بطاقة صفراء اعتقد لمخلص عبد الستار مدرب بلدية البصرة نتيجة الاعتراض قد يبدو لي. إذن 13-12 للسليمانية والهجوم لبلدية البصرة. أقرب لجاسم حيدر، محاولة تستمر، جاسم دخول ممكن على المرمى ومضاعفة النتيجة لبلدية البصرة. هناك خطأ ورمية 9 أمتار، خطأ ورمية 9 أمتار، خطأ ورمية 9 أمتار. ونشاهد سوران مصطفى مدرب السليمانية يحفز لاعبيه على أمل العودة
وتقدم من جديد على حساب بلدية البصرة. إذا تضيع هذه الفرصة على لاعبي بلدية البصرة. مصطفى محمد، زريان حسن، محاولة عن طريق محمد دلير، من جديد محمد دلير ويسجل هدف جميل. محمد دلير يعدل النتيجة للسليمانية. محمد دلير يسجل هدف جميل لفريق السليماني. 13-13. عودة للسليمانية، يعدل النتيجة. فيها إثارة المباراة طبعا. سليمانية بداية الشوط الأول تقدم ب5 أهداف لا شيء، ثم عاد فريق بلدية البصرة وقلب الطاولة على فريق السليمانية، وأنهى الشوط الأول متقدما 12-10. والآن بعد البداية للشوط الثاني النتيجة تصبح الآن 13-13 ما بين السليمانية وبلدية البصرة. محاولة لبلدية البصرة، أقرب لجاسم حيدر، وهدف لفريق بلدية البصرة. الهدف الرابع 10. 14-13. 14-13 لصالح بلدية البصرة على حساب السليمانية. محاولة للسليمانية مع روز رفيق. زريان، محمد كمال، زريان يحاول، محمد كمال اللاعب اللي يحاول يمر. محمد كمال يصوب لكن يحصل على خطأ بعد التدخل من عقيل جاسم على اللاعب محمد كمال. ومحاولة التصويب والتعديل لفريق السليماني. إذن 14-14. ودائما محمد وزير عندما يشترك يسجل. محمد وزير اللاعب المميز هداف الفريق، عندما يشترك يسجل. محاولة لبلدية البصرة، عملية تمرير والتحضير، وهنا عملية تصويب وهدف لفريق بلدية البصرة. الهدف الخامس 10. 15-14. السليمانية يعدل وبعد ذلك بلدية البصرة يتقدم. إذن 15-14. هذا ألان دلير لاعب الدائرة لفريق السليمانية إلى زريان حسن. زريان محاصر بلاعبي فريق بلدية البصرة خلال الدفاع أمام المرمى والترقب على محمد وزير، ويسجل هدف جميل وهدف تعادل. 15-15. محمد وزير دائما يحضر في الأوقات الصعبة. يشرك المدرب سوران مصطفى من أجل التسجيل. محاولة للسليمانية، عملية تمرير والتدوير لبلدية البصرة. هل يتمكن من التقدم من جديد فريق بلدية البصرة؟ هناك خطأ، سحب ورمية 9 أمتار جاسم حيدر، والاعتراض على قرار حكم المباراة. الاعتراض، عملية تحضير، المرور، ممكن التصويب، تستمر المحاولة. بلدية البصرة عملية اللف والدوران والسحب. سحب واضح من زريان، وإيقاف لزريان، إيقاف لزريان حسن لمدة دقيقتين. إذن يلعب الآن السليمانية بالنقص العددي. محاولة التمرير والتصويب لكن وصلت لحارس المرمى. سرهنج. تعادل قائم لغاية الآن. خمسطعش 15. محمد كمال، بداية الهجوم الآن لصالح السليمانية. هناك إلى روز رفيق،
أقرب إلى محمد لير. روز، رفيق، وآلاند يحاول تصويب على المرمى لمصلحة فريق السليمانية، وهناك خطأ ورمية 9 أمتار. رمية 9 أمتار لصالح السليماني. إعاقة إن شاء الله بالسلامة لمحمد وزير، ما نتمنى له السلامة، واحد من الأسماء المهمة مع فريق السليمانية، لاعب مميز يمتلك إمكانيات كبيرة. حالة الدفع كانت موجودة. بالسلامة إن شاء الله. هجوم محمد وزير، وصلت لحارس المرمى رضا محسن. حارس فريق بلدية البصرة. عملية التمرير، الهجوم الآن لمصلحة فريق بلدية البصرة، عملية تغيير اللعب. أقرب لمحمد باقر، كان نشط جدا في الشوط الأول محمد باقر، لكن الشوط الثاني لم يظهر كما ظهر في الشوط الأول. محمد باقر لاعب فريق بلدية البصرة. هنا عملية الهجوم، دخول على المرمى عن طريق اللاعب عباس حسين اللي يحصل على خطأ ورمية 9 أمتار لصالح بلدية البصرة. فريقين توقفوا عن التسجيل. أقرب لمرتضى عمران، وهناك خطأ ودخول للمنطقة، دخول لمنطقة الجزاء، لذلك الخطأ يحتسب لصالح فريق السليمانية. هذا آلاند دلير، آلاند قريب منه محمد كمال. تمرير إلى زريان حسن، عملية الهجوم والضيع على محمد دلير، الضيع على محمد دلير أمام تألق الحارس رضا محسن حارس المرمى لفريق بلدية البصرة. والمدرب مخلص عبد الستار يفكر الآن بالتغيير، يفكر الآن بالتغيير، والمحاولة تستمر لبلدية البصرة. عملية التحضير عن طريق اللاعب عباس حسين. الهجوم قادم، ومحمد باقر، عباس حسين، محمد باقر، عباس من جديد. المحاولات لبلدية البصرة وعملية التصويب، لكن الحارس والقائم. وعملية الهجوم الآن، وهدف يضيع على فريق السليماني. لاحظ من المرمى إلى المرمى اللي كان خالي مرمى فريق بلدية البصرة، لكن التطمت بالأرض وغيرت مسارها عن مرمى فريق بلدية البصرة. كان ممكن نشهد هدف لفريق السليمانية، لكن الكرة تطمت بالأرض وغيرت مسارها. يبقى التعادل قائم 15-15 ما بين الفريقين. هنا الهجوم لبلدية البصرة، عملية تحضير، ممكن تصويب على المرمى، لا زالت المحاولة قائمة لصالح بلدية البصرة، وهنا خطأ ورمية 9 أمتار. رمية 9 أمتار لصالح بلدية البصرة. هذا جاسم حيدر. محاولة إذن لبلدية البصرة. محمد باقر، هناك جهة البعيدة، محاولة تصويب من عباس حسين، لكن سحب وتدخل على عباس حسين. هجوم الآن لبلدية البصرة. هذا عباس حسين، يحاول فريق بلدية البصرة
امام دفاع قوي لفريق السليمانيه وعدم ترك الفرصه. شاهد القرار، يبدو لي رميه التسعه امتار لفريق بلديه البصره. رميه 9 امتار، محاوله التصويب وهدف. هدف لفريق بلديه البصره. هدف لفريق بلديه البصره، يعني انتظر طويلا فريق بلديه البصره والسليمانيه، الان يسجل هدف السادس عشر. 16-15. محمد وزير، زريان حسن، محمد كمال، زريان حسن، محاولة للسليمانية، آلند دلير، محاولة الدخول ويسجل التعادل. آلند دلير، آلند دلير يسجل هدف التعادل. 16-16 أصبحت النتيجة الآن ما بين السليمانية وبلدية البصرة. فريقين يبحثون عن الانتصار من خلال هذا اللقاء، خصوصا من جانب فريق بلدية البصرة للارتقاء إلى مركز متقدم، وأيضا فريق السليمانية للارتقاء إلى مركز متقدم في جدول الترتيب. هنا خطأ ورمية التسعة أمتار لصالح بلدية البصرة. التعادل يستمر خلال الشوط الثاني، وهنا التصويب لكن القائم الأيمن يرد محاولة فريق بلدية البصرة، بينما هنا زريان حسن والمتابعة الممتازة والفاست بريك لفريق السليمانية ويسجل هدف السابع عشر. الآن بعد انتظار طويل فريق السليمانية هو من يتقدم على حساب بلدية البصرة. إذن 17-16. الآن انقلبت النتيجة لصالح السليمانية على حساب بلدية البصرة. محاولة لبلدية البصرة، أقرب لعباس حسين، محاولة اللاعب جاسم حيدر، عملية الدخول ممكن على المرمى لمصلحة فريق بلدية البصرة. أقرب لعقيل جاسم، عقيل إلى باقر، محمد باقر، خطأ لصالح بلدية البصرة، يعني يتأخر بفارق هدف. عملية الهجوم ممكن الدخول على المرمى، وهنا عملية تصويب ويحصل على خطأ ورمية السبعة أمتار. خطأ ورمية 7 أمتار. رابر عزيز يدعو زملائه الابتعاد، ومحمد باقر هل يعدل لفريق بلدية البصرة؟ محمد باقر هل يعدل ويصوب، لكن خارج الملعب. هذه المرة أيضا ضاعت على محمد باقر. محمد كمال، زريان حسن، آلند دلير، زريان، محمد كمال، آلند، محاولة لفريق السليمانية. هناك محمد دلير يحاول وعملية دخول من محمد كمال ويسجل هدف لصالح السليمانية. إذن 18-16 أصبحت النتيجة 18-16، والسليمانية هو من يتقدم على حساب بلدية البصرة. غريبة هذه المباراة، قدم السليماني، قلب الطاولة، ريمونتادا كانت لبلدية البصرة. الشوط الثاني يبدأ، الفارق 3 أهداف كان بدايته لفريق بلدية البصرة، الآن فارق هدفين للسليمانية. تقلبات كثيرة بنتيجة المباراة، المحاولة عملية دخول على المرمى وهدف لفريق بلدية البصرة عن طريق اللاعب محمد باقر. الهدف السابع عشر، 18-17، يقلص الفارق إلى هدف فريق بلدية البصرة. إذا 18-17. آلند، زريان، محمد كمال، محمد زريان يحاول أن يصوب لكن هناك خطأ.
لصالح السليمانية، ويفقدها لاعبي السليمانية، والفاست بريك، والآن التعادل، لكن الحارس يتألق بشكل رائع. حلوة لسرهنج جبار، وهنا المتابعة تأتي وهدف التعادل. هدف التعادل لصالح فريق بلدية البصره. 18 النتيجة. اعتقد هناك اعتراض قبل الكادر التدريبي لفريق سليمانية على القرارات التحكيمية. إذن نتيجة التعادل 18 مع وصولنا إلى الدقيقة 18 من خلال الشوط الثاني. آلند دلير، مصطفى محمد دلير، آلند دلير، زريان حسن، محاولة محمد كمال، الساعد الأيسر لفريق السليمانية، وهنا خطأ وإبعاد. إيقاف على عقيل جاسم. السليمانية يلعب بالنقص، بلدية البصرة يلعب بالنقص العددي. محاولة، هذا زريان حسن، محمد وزير يحاول، ومصطفى محمد يخسرها لاعبي فريق السليمانية. هنا خطأ، اعتقد لامست قدم اللاعب لفريق محمد طلعت لاعب فريق بلدية البصرة. هنا المحاولة، عملية تمرير، هذا محمد دلير ويضعها بشكل جميل. حلوة لمحمد دلير، هدف جميل. محمد دلير يضعها من فوق الحارس رضا محسن. هدف 19 لفريق السليماني. محاولة لبلدية البصرة، جاسم حيدر، هذا محمد باقر، تدوير الكرة ما بين لاعبي فريق بلدية البصرة اللي يتأخر بفارق هدف لغاية الآن أمام السليمانية. عملية الهجوم أقرب لجاسم حيدر، يحاول مرور لكن تدخل من مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني. هنا عملية الدخول والتصويب والتعادل مرت إلى الشباك، مسجلا هدف التعادل فريق بلدية البصرة. محمد طلعت، آلند، مصطفى، آلند دلير، زريان حسن إلى محمد كمال، وزريان وتصويب قوي وتسجيل هدف هو العشرين لفريق السليمانية مقابل 19 لفريق بلدية البصره. محاولة الهجوم، التصويب على المرمى، والتعادل يستمر التعادل، هدف هنا وهدف هناك، وهنا زريان يحاول الدخول، يحاول التصويب لكن تدخل على زريان حسن. محاولة الوصول لآلن، لكن هناك حارس المرمى تدخل ممتاز رضا محسن والإبعاد. هذا محمد دلير، مصطفى محمد، محاولة التمرير أقرب لزريان حسن. هجوم الآن السليمانية، محمد دلير يحاول على المرمى وهنا خطأ، ورمية 7 أمتار لصالح السليماني. 20 النتيجة. النتيجة. هذا رابر عزيز يسجل هدف لفريق السليماني. 21 وصولا للدقيقة 22.
هجوم الآن لبلدية البصرة. محاولة عن طريق محمد باقر. محمد لمحمد طلعت. بلدية البصرة يحاول أن يعدل، وهنا عملية الدخول وخطأ. خطأ وإيقاف على زريان حسن. إيقاف على زريان حسن. محاولة بلدية البصرة. محمد باقر تمرير، ممكن التصويب عن طريق مرتضى عمران. تدخل من دفاعات السليمانية على مرتضى عمران. محاولة التحضير، تمرير والتصويب على المرمى، وهدف أو خارج الملعب. توقعناها في المرمى لكن هي خارج الملعب. تبقى النتيجة 21-20 لبلدية البصرة للسليمانية. هذا محمد دلير، مصطفى محمد، آلاند. دلير قريب منه محمد كمال. يحاول محمد كمال لآلاند لكن المساحة غير موجودة، وهنا خطأ لصالح السليمانية ورمية 9 أمتار. رمية 9 أمتار. محمد وزير لو وجد المساحة لسجل، وهنا محمد دلير يسجل لفريق السليمانية. بالسلامة إن شاء الله لرضا محسن. إذن 22-20. بالسلامة إن شاء الله لحارس المرمى رضا محسن. 22-20. إذن مدرب بلدية البصرة يطلب التايم أوت، مخلص عبد الستار. إذن عودة من جديد بعد التوقف وطلب التايم أوت من قبل مدرب فريق بلدية البصرة مخلص عبد الستار لترتيب الأوضاع بالنسبة لفريق بلدية البصرة قبل النهاية للمباراة ب6 دقائق. هي ما تفصل فريق بلدية البصرة اللي يتأخر الآن بفارق هدفين أمام مستضيفة فريق نادي السليمانية. عملية الهجوم الآن بلدية البصرة، تحضير قريبة إلى المرمى والتصويب، لكن اصطدت بالقائم الأيمن. القائم الأيمن يمنع هدف لفريق بلدية البصرة. يمنع هدف لفريق بلدية البصرة. هذا آلاند. دلير، مصطفى محمد. آلاند دلير من جديد. هجوم الآن للسليمانية، هل يتمكن من مضاعفة النتيجة ويذهب بنتيجة المباراة فريق السليمانية؟ وهنا هدف جديد عن طريق محمد كمال. 23-20.
للسليمانية على حساب بلدية البصرة. إذا اللاعب جديد يشترك الآن، أو هو عباس حسين يعني طيلة المباراة يشترك، لكن أبعد المدرب وضع على دكة البدلاء، ضيع على فريق بلدية البصرة. تقريبا السليمانية في الدقائق المتبقية يسيطر بشكل كبير على النتيجة وعلى الأداء، بعد ما كان فريق بلدية البصرة في الشوط الأول قدم أداء أكثر من رائع. محاولة إذن للسليمانية، آلاند دلير، زريان حسن يحاول إيجاد المساحة للتصويب، زريان تعود لمحمد دلير، وهنا عملية تصويب وهدف جديد، هدف جديد لفريق السليماني. 24-20 أصبح الفارق 4 أهداف، والسليمانية تقريبا ماضي إلى الفوز على حساب بلدية البصرة مع توجيهات سوران مصطفى مدرب فريق إذن هدف لبلدية البصرة. 24-21 هدف لبلدية البصرة، قلص الفارق إلى 3 أهداف. محمد كمال، آلاند دلير إلى محمد دلير، مصطفى محمد، آلاند، محمد كمال. أوه دخول ممتاز، تمويه جميل من محمد كمال، حلوة حلوة لمحمد كمال. 25-21 إذن تصبح النتيجة الآن 25-21 بلدية البصرة. الوقت بدأ يدرك لاعبي فريق بلدية البصرة. هنا عملية الدخول والتصويب على المرمى، ولم تدخل المرمى، لم تدخل المرمى. كان يعتقد لاعبي بلدية البصرة انها اخترقت المرمى لمرمى فريق السليمانية. 25-21 يقترب فريق السليمانية هنا خطأ للسليمانية وعملية الدخول من محمد وزير، وهنا خطأ لصالح السليمانية. محمد وزير دخول ممتاز من محمد وزير، تصويب على المرمى لكن رضا، حلوة، تدخل ممتاز من حارس المرمى لفريق بلدية البصرة رضا محسن. ايضا قدم مباراة ممتازة حارس المرمى لبلدية البصرة، وهنا تصويب وهدف، لكن يبدو لي خطأ على مصطفى. هنا المدرب سوران هو اللي طلب التايم اوت. نعود لأجواء المباراة بعد نهاية التايم اوت اللي كان بطلب من المدرب سوران مصطفى مدرب فريق السليمانية. هنا رمية 9 أمتار، دخول لمحمد وزير ويسجل محمد وزير، يسجل محمد وزير لفريق السليماني. 26-21 الآن الفارق 5 أهداف، الآن الفارق 5 أهداف. محاولة وهي نفس البداية اللي كانت في الشوط الأول بعدما تقدم السليمانية بفارق 5 أهداف.
هجوم الآن لبلدية البصرة، وهنا إبعاد وإيقاف للاعب آلان ديدلير. آلان ديدلير يبعد لمدة دقيقتين، لاعب فريق السليمانية. محاولة لبلدية البصرة، خلاص الأمور انتهت والسليمانية يحقق الانتصار على بلدية البصرة. محاولة اللاعب مرتضى عمران وحلوة لحارس المرمى غيث، تدخل جيد لغيث. عملية الهجوم الآن والتصويب على المرمى وهدف أو ووك اعتبرها خطأ، مخالفة المشي الآن لصالح السليماني، خلاص ثواني قليلة. هجوم الآن للسليماني، المحاولة تستمر وعملية الدخول والتصويب والتسجيل. هدف لفريق السليماني. 27-21. لاعب أحمد محمد يشترك ويسجل. 27-21 نتيجة الآن. هجوم الآن للبلدية ويسجل بلدية البصرة هدف 22. 27-22. الثواني الأخيرة تشهد أهداف للسليمانية وبلدية البصرة. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا، طاقم التحكيم يطلق الصافرة النهائي الكاملة ما بين فريقي بلدية البصرة والسليمانية، لتنتهي المباراة بفوز السليمانية ب 27 هدف مقابل 22 هدف لبلدية البصرة. أحبتي نلقاكم في مواعيد جديدة من مباراة قادمة، تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي.